أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا وهم خير ساداتهم وخير حماتهم إذا لم نناجي الله في صلواتنا بأسمائهم لم يقبل الصلوات. قد حاز شعبان عظيم الشرف من معدن اللطف الجلي والخفي، فقد تجلى فيه وجه الباري بنوره القاهر للأنوار. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وأي نور هو نور النور يندك في سناه نور الطور، تشرق من طلعته شمس الأبايا ليس لها حد ولا لها أمان. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ووجهه المضيء مصباح الهدايا يزداد نورا وضياء أبدا، والله كلما يشاء يهدي بنوره والنور نور المهدي. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وهو ولي الأمر لا سواه، ومبدأ الخير ومنتهاه، واليمن كل اليمن في جبينه، والخير كل الخير في يمينه. اللهم صل وسلم على محمد وآل
جدي. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بشراك يا أبا الأئمة الغرر بغرة الدهر ودرة الدرر، ناشر راية الهدى بهمته، كاسر شوكة العدا بصولته، سطوته تقضي على كل أحيان، فإن هذا الشيب من ذاك الأسد. بشراك أيها الزكي العسكري بالملك المهيمن المقتدر، سلطان إقليم الوجود كله، وكل شيء هو تحت ظله، وصاحب الفتح وناشر الرواية، والملك الذي على العرش استوى، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه، أصلي وسلم عليه، صلوات ربي عليه. هناك عدة روايات دلت على وجود غيبتين للإمام عجل الله فرجه الشريف. وصفت إحدى الغيبتين بالقصيرة والأخرى بالطويلة. الغيبة الموصوفة بالقصيرة هي التي اشتهرت بالغيبة الصغرى. يتفق العلماء على أن الغيبة الصغرى انتهت سنة 329. في هذه السنة انتهت الصغرى وبدأت الكبرى. هناك اختلاف في البداية. الأكثر يقولون بأن الغيبة الصغرى بدأت من بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام في سنة 260. هؤلاء يقولون مدة الغيبة الصغرى 69 سنة، من سنة 260 إلى 329. هناك بعض العلماء جعلوا الغيبة الصغرى تبدأ من حين ولادة الإمام، وبين ولادة الإمام وبين شهادة أبيه 5 سنوات. دول قالوا هذه ال5 سنوات الإمام كان مخفيا، أبوه أخفاه في هذه السنوات ال5 ولم يطلع عليه إلا خلص أصحابه. فهم يقولوا كان في هذه السنوات ال5 غائبا. هذا اختلاف ما إله ذاك الأثار. نحن نريد الحديث عن الفترة التي تلت الإمام العسكري
العسكري عليه السلام، الفترة اللي بدأت من شهادته وانتهت سنة 329، وهي فترة الغيبة الصغرى 69 سنة. هذه الفترة كان لها دور مهم وكبير في إثبات وجود الإمام عجل الله فرجه الشريف، لأنها اشتملت على شيء، وهو تعاقب 4 أشخاص، مجيء واحد منهم بعد الآخر، وهم الذين عرفوا بالسفراء 4. هؤلاء 4 كانوا يقولون، يعني كل واحد منهم كان يقول بأنه نائب عن الإمام، واسطة بين الإمام وبين الشيعة. يعني قاعد يقول الإمام موجود، إنما ما يمكن للشيعة أن يتصلوا به مباشرة، هو غائب، أنا مجعول من قبله نائبا وواسطة بينه وبين الشيعة. والشيعة في ذلك الوقت صدقوا هؤلاء 4 قولا وعملا. قولا اعترفوا بنيابتهم عن الإمام، عملا اعتمدوا عليهم في التعرف على الأحكام والتعاليم التي يحتاجون إليها، يأتون إليهم بالكتب التي تشتمل على مسائلهم، ويأتون بعد ذلك ويأخذون هذه الكتب من هؤلاء السفراء ويعملون بالأجوبة اللي فيها. فهم كان منهم تصديق بنيابتهم قولا وعملا. اللي يذكروا وجود الإمام ما أنكروا وجود السفراء 4 وقيامهم بدور الوساطة بين الإمام وبين الشيعة. يعني أصل القضية أنه أكو 4 أشخاص، كل واحد منهم يقول أنا النائب عن الإمام وأنا أتصل بالإمام. أي واحد من الشيعة عنده سؤال خلي يجيب هدية وأنا أوصله إلى الإمام ثم آتي بالجواب إليه. أصل هالقضية لم ينكروه، إنما قالوا القضية كلها كذب، دول 4 من الكاذبين. بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام قالوا للشيعة أكو إمام لكنه غائب، إحنا نواب عنه، واسطة بينه وبينكم. كل هذا كان كذبا. نبغى نشوف أكو مجال لهذه الدعوة أو لا. التصديق اللي صار عند الشيعة بنيابة هؤلاء 4، وهالتصديق استمر 69 سنة. هذا جاء نتيجة شيئين: وجود النص على نيابة هؤلاء 4 وظهور المعاجز على أيديهم. قبل تفصيل الكلام في هذين الشيئين نحتاج إلى مقدمة قصيرة تشتمل على أمرين. الأمر الأول أنه لا شك في وجود علماء كبار في تلك الفترة،
لأن هالفترة بدت بشهادة الإمام العسكري عليه السلام. توه يعني مو صار فاصل 100 سنة مثلا، فالواحد يقول 100 سنة انقطع الشيعة عن أئمتهم، ماكو بينهم أحد ياخذوا منه العلم فأصبحوا من الجهلاء. هي بدت الفترة بعد شهادة الإمام العسكري عليه السلام، والإمام العسكري إنما نهض بأعباء الإمامة 6 سنوات، فأكو جماعة كثيرة أدركوا الإمام العسكري وأدركوا أباه، بل هناك من أدرك الإمام الجواد سلام الله عليهم أجمعين. ذولا أخذوا العلم عن هؤلاء الأئمة، فصار في الشيعة علماء كبار. الحين يجي واحد يقول كل الشيعة اللي في ذاك الزمان كانوا علماء، لا هذا مو صحيح. بس القول بأن كل الشيعة في تلك الفترة سذج وجهلاء هذا فيه من الظلم ما لا يخفى. أكو في تلك الفترة علماء كبار بمر خلال الموضوع أسماء بعضهم، دول يميزون بين الصادق والكاذب، عندهم القدرة بسبب العلم اللي يحملوه، عندهم القدرة على تمييز الصادق في دعواه من الكاذب، ما يمر عليهم كذب خصوصا في هالمجال. يعني هذا شيء يرتبط بالدين، هذا بيتلقى الأحكام الشرعية والتعاليم الإلهية من دولة الأربعة وبيعمل بها، فشيء في غاية الخطورة. أكيد دولة بيتحققوا من الأمر وهم عندهم القدرة على تمييز الصادق من الكاذب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الفترة فترة 69 سنة ما خلت من ادعاء النيابة والسفارة كذبا. دول الأربعة ادعوا السفارة وكانوا محقين في دعواهم. إلى جانب هؤلاء الأربعة كان هناك أشخاص ادعوا النيابة والسفارة عن الإمام كذبا. نشوف عند الشيعة الموجودين في هذه الفترة تصديق بنيابة هالأربعة وتكذيب إلى غيرهم، بل أكو شواهد على قيام بعض علماء تلك الفترة بفضح الكاذبين وكشف كذبهم للشيعة. بعد هذا نأتي إلى تفصيل الكلام في الشيئين اللذين أديا إلى حصول التصديق عند الشيعة في تلك الفترة بنيابة هؤلاء الأربعة قولا وعملا. الشيء الأول قلنا وجود النص. هذا يستدعي أن نتحدث عن السفراء الأربعة واحدا بعد واحد باختصار. طبعا المجال لا يتسع لتوسع. السفير الأول هو الشيخ الجليل أبو عامر عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه. هذا كان الوكيل العام للإمام الهادي عليه السلام والوكيل العام للإمام العسكري سلام الله عليه. فهذا أدرك فترة من الفترة اللي تعرف بفترة الظهور، اللي فيها وجود ظهور للأئمة، اللي فيها وجود ظاهر للأئمة. فوجدت نصوص من الإمام الهادي ومن الإمام العسكري سلام الله عليهما على أمانته ووثاقته وصدقه في كل ما ينسبه للإمام، ونصوص على نيابته عن الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف.
من النصوص اكو واحد يقول دخلنا على أبي الحسن الهادي عليه السلام وكان في مجلسه جماعة من أوليائه وشيعته. إذ دخل على الإمام خادمه وذكر اسمه، قال اسمه بيتر، وقال له في الباب قوم شعث غبر. الإمام التفت إلى الحاضرين قال هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن. قال الإمام للخادم أدخلهم، فأدخلهم الخادم. وإذا وفد من اليمن جايين يحملون أموالا يريدون تسليمها للإمام سلام الله عليه. الإمام قال للخادم بدر امضي وأتي بعثمان بن سعيد العمري. فراح الخادم وجاء عثمان. الإمام قال لعثمان بن سعيد امضي يا عثمان واقبض من هؤلاء النفر الأموال التي جاءوا بها، فإنك الثقة الأمين على مال الله. كان بإمكان الإمام سلام الله عليه أن يستلم الأموال من هؤلاء اليمنيين وبعد هذا يعطيها لمن يشاء. يريدها توصل إلى عثمان بن سعيد، يقدر هو ياخذها منهم وبعد هذا يعطيها لعثمان بن سعيد. الإمام قام بهذا العمل ليبين منزلة ومكانة عثمان بن سعيد أمام هذا الوفد وأمام الحاضرين. هم كان في جماعة من أوليائه وشيعته قبل أن يدخل هذا الوفد اليمني. دول الوافد قالوا إلى الإمام زدتنا علما بموضع عثمان بن سعيد ومحله في نفسه. وقال الإمام اشهدوا أنه وكيلي واشهدوا أن ابنه محمدا وكيل مهديكم. هذا نص هم دل على وثاقة وأمانة عثمان بن سعيد، وهم دل على وكالته. في نص الآن على نيابته، قد واحد يقول هذا النص ما ذكر فيه نيابته، ذكرت نيابة ولده محمد. الإمام العسكري سلام الله عليه جمع 40 من خلص أصحابه، منهم عثمان بن سعيد. فأراهم الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وقال لهم هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، فاسمعوا له ولا تتفرقوا فتهلكوا في أديانكم. ثم أخبرهم بأنهم لن يروا بعد هذا اليوم حتى يتم له عمر. هالشكل الرواية. زين الآن إذا هو بغيب فهم في أنفسهم صار سؤال إذا إلى من نفزع؟ الإمام أجاب قبل لا يتحجوا وقال لهم هذا أبو عمرو عثمان بن سعيد، فانتهوا إلى أمره واقبلوا قوله، فإنه نائب إمامكم فاسمعوا له وأطيعوا.
باعتبار أن عثمان بن سعيد هو أول من شغل هذا المنصب، كان هناك تأكيد على وثاقته وعلى أمانته وعلى صدقه في كل ما يقول. ورد فيه الثقة، المأمون على الدنيا والدين، ما قاله لكم فعني يقوله وما أداه إليكم فعني يؤديه. هذه شهادة بصدقه في كل ما ينسبه للإمام. التأكيد هذا بالنسبة إلى الأول باعتبار أنه هو أول شغل هذا المنصب، اللي بيجي من بعده يتفرع عليه. يعني من بعده يمكن أن تثبت نيابته وسفارته بثبوت سفارته أول. هذا الأول، ما قبل أحد قد ثبتت سفارته حتى تثبت سفارته بثبوت سفارة ذاك اللي قبله. هذا أول واحد، فصار التأكيد على صدقه وأمانته ووثاقته ونيابته عن الإمام من أيام الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي أكد على هذا، جاء الإمام العسكري هم أكد حتى تثبت عند الشيعة نيابته. إذا ثبتت نيابته هو راح يخبر عن النائب من بعده، وله مشهود له من الإمام بالصدق في كل ما يقول. فمن يقول الإمام جعل النائب من بعد فلان، خلاص تثبت نيابة اللي بعده. هذا هم الثاني ثبتت نيابته، فمن يقول بعد هذا إن الإمام جعل النائب من بعدي فلان تثبت نيابته، وهكذا. هذا استمر في النيابة 5 سنوات. من بعده جاء ابن أبو جعفر محمد بن عثمان العمري، اللي يعرف عند العراقيين بالخلاني. إذا واحد يروح بغداد يقول تاكسي ودني لقبر محمد بن عثمان العمري، ما يعرف، يقول له ودني لقبر الخلاني، يودي، معروف عندهم بالخلاني. هذا نهض بأعباء النيابة عن الإمام 40 سنة. هذا قرأنا الرواية اللي كان فيها 40 قد اجتمعوا عند الإمام. في آخرها الإمام قال ابن العمري الأب ابنه محمد وكيل مهديكم. فهذا هم نص على نيابته من الإمام العسكري سلام الله عليه. وورد فيه نفس الأوصاف اللي وردت في أبيه: الثقة، الأمين، ما قاله فعني يقوله، ما أداه فعني يؤديه. مثل ما ورد هذا في أبيه ورد فيه. وأبوه أخبر بأن الإمام قد جعل النائب من بعده ولده أبا جعفر. من بعده جاء أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي. هذا ظل في النيابة 21 سنة. الأولان كان النص على نيابتهما من المعصوم اللي كان ظاهر، فسمعه بعض الشيعة منه وهم نقلوه وانتشر النص بين الشيعة. هذا الحسين بن روح نص من المعصوم اللي كان ظاهرا ما وجد بالنسبة إليه، لكن وجد نص عليه من المعصوم الغائب. هذا أبو جعفر دخل عليه 2، أبو جعفر العمري دخل عليه 2 من كبار علماء الشيعة في ذلك الوقت: أبو سهل النوبختي
هذا معروف أنه من المتضلعين في علم الكلام، علم العقائد. وأبو علي بن همام هذا هم معروف أنه من علماء تلك الفترة. قال لأبي جعفر: إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ قال: هذا أبو القاسم الحسين بن روح، الوكيل والسفير بينكم وبين صاحب الأمر، عجل الله فرجه الشريف. ومن هالرواية أخذت تسميتهم بالسفراء. بعضهم متعب روحه ومسوي مقال يبقى يشكك في هالتسمية، ما إليه أصل. هذا السفير الثاني أطلق هاللفظة على القاسم، على أبي القاسم الحسين بن روح النبختي. قال: الوكيل والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والثقة الأمين. ثم قال: بهذا أمرت وقد بلغت. يعني أنا أمرت بأن أبلغ لكم أنه هو المجهول للنيابة من بعدي. من بعده جاء أبو الحسن علي بن محمد السمري. هذا بقي في السفارة 3 سنوات. هذا هم ثبتت سفارته بنقل الحسين بن روح. أكو قاعدة يعتمد عليها الشيعة، وهي قاعدة ثابتة: ما يمكن أن الإمام يجعل النيابة إلى شخص، هالشخص هذا يكذب عليه في آخر حياته قبل لا يموت، يكذب كذبة على الإمام، يقول الإمام جعل النائب هو فلان. هو لا، الإمام ما جعله النائب، وإنما جعل النائب غيره. هذا ما يمكن أن يصدر من الإمام. فالآن ثبتت نيابة الأول، فمن يقول النائب من بعدي ولدي تثبت نيابته. من يقول الثاني هم النائب من بعد الحسين بن روح تثبت نيابة الحسين بن روح. من يقول الحسين بن روح النائب من بعدي هو السمري تثبت نيابته. شلون هذا يكون نائب عن الإمام؟ الإمام جعله النائب ويكذب على الإمام، ينسب إليه أنه جعل النيابة لشخص مع أنه لم يجعلها له. هذا السمري بقي في النيابة 3 سنوات. قبل موته ب6 أيام جاءه كتاب من الإمام فيه إخبار عن موته بعد 6 أيام، وإخبار عن انقطاع النيابة الخاصة ووقوع الغيبة التامة. وفعلا بعد 6 أيام مات السمري، وبهذا انتهت هذه الفترة. ما أدري في مجال الشيء الثاني. نور خلقكم بذكر محمد وآل محمد. وسلم على محمد وآل محمد. الشيء الثاني اللي أوجب حصول التصديق عند الشيعة في تلك الفترة بنيابة هؤلاء الأربعة ظهور المعجزات على أيديهم. هالمعجزات يعينهم الإمام عليها فتظهر على أيديهم. من المعاجز التي جرت على أيديهم الإخبار بالمغيبات. هذا الشيء يطلعهم الإمام عليه، يعني هذا الشيء الغيبي يطلعهم الإمام عليه فيخبرون به. بس يصح أن يقال إن المعجزة قد جرت على أيديهم. الحين احنا بالنسبة إلى الإمام ما نعتقد بأنه يعلم بالأشياء الغيبية من ذاته، الله يطلعه على تلك الأمور الغيبية فيخبر بها. مع ذلك نقول الإمام أظهر المعجزة أو جرت المعجزة على يده.
الحال ويا السفراء الأربعة هالشكل. صحيح هم أخذوا هالأشياء الغيبية من الإمام، لكن أخبروا بها، فيصح أن يقال أن المعجزة قد جرت على أيديهم، يصح أن يقال هم أظهروا المعجزة. الشواهد على ظهور المعجزات على أيديهم كثيرة. من الشواهد على هذا أكو واحد من علماء تلك الفترة، هذا كان من زمان الإمام العسكري سلام الله عليه، وعاصر كل السفراء الأربعة. مات في السنة التي مات فيها السفير الرابع قبل السفير بشهرين وشوية، وهو علي بن بابويه القمي. هذا من كبار العلماء في تلك الفترة في القم. كانت بينه وبين السفير الثالث مراسلات. في مراسلة من المراسلات طلب منه أن يكتب رقعة يكتب فيها طلب من الإمام أن يدعو له بأن يرزقه الله ولدا، لأنه صار كبير السن ولم يرزق بولد. جاء الكتاب إلى الحسين بن روح. بعد فترة جاء جواب إلى علي بن بابويه القمي: قد دعونا الله لك وسترزق ولدين ذكرين خيرين. هذا إخبار عن شيء غيبي، دعونا له، أي واحد يقدر يقولها، لكن سترزق ولدين ذكرين خيرين، وهذا إخبار عن شيء غيبي. بس فترة يسيرة رزق من جارية بولدين ذكرين، الشيخ الصدوق عليه الرحمة وأخوه الحسين. ولهذا معروف أن الشيخ الصدوق ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر والقمر الزاهر والنور الباهر، المصطفى الأمجد والرسول المسدد، حبيب إله العالمين أبي القاسم من شهر شعبان. فلما كان آخر النهار أرادت الانصراف، فقال لها الإمام: يا عمه بيت الليلة عندنا، فإنها الليلة التي يولد فيها المولود الكريم على الله عز وجل، الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها. فقالت حكيمة: ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس أثر الحبل. فقال لها: من نرجس لا من غيرها. فباتت حكيمة تلك الليلة في دار الإمام. قالت: ولم أزل أرقب نرجس طوال الليل وهي نائمة بين يدي، لا تقلب جنبا عن جنب، حتى
قرب الفجر فانتبهت من نومها فزعة مرعوبة فضممتها إلى صدري وسميت عليها فناداني أبو محمد وقال اقرئي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها وقرأ كما قرأت. أفضل الصلاة لما سمعت فناداني أبو محمد لا تعجبي من أمر الله فإن الله تعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. قالت فلم يستتم كلامه حتى غيبت نرجس عني كأنه ضرب بيني وبينها حجاب. فعدوت نحو أبي محمد وأنا صارخا فقال لي ارجعي إليها ستجدينها في مكانها. قالت فعدت إليها فكشف الغطاء الذي كان بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من النور ما غشى بصري وإذا بنور الإمام قد أشرق. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلى على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه وصلي وسلم عليه صلوات ربي عليه. بورك مولود بخير ليلة كليلة القدر بكل خصلة إن أنزل الذكر بتلك الليلة فمن هداه يحصل الإرشاد. فأنا أن نعقد مجلس الهنا فقد أقر الله منا الأعين بسيد لنا بيمنه المنى. هذا هو العيد فما الأعياد. وكم له من مكرمات لا تعد ولو تمد البحر سبعة نفاد. أهل ترى الأعداد تنتهي لحد ودون مكرماته الأعداد. متى نرى ذاك المحيا الأنور بين الورى بلا حجاب مزهرا وأشرقت بنور ربها الثرى منه وعم الروح
والإرشاد وأفضل الصلاة